بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب مباركا فيه في كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في حد حاطط البروفايل بتاعي عنده و... وحاطط رقم. أنا حتى لو قلت الرقم ممكن يعمل رقم تاني والكلام ده. فاحنا بنحذر الناس، أي حد يطلب منكم أي فلوس أو قد ماديات أو أي ماديات أو أي ماديات، أو يقول لك هحجز لك، ما عندناش حجز. هو الناس بتحضر لو احنا شغالين يعني. آه، آه، الفترة اللي فاتت ديت في مجموعة نصابين، من ضمنهم واحد أخويا اتصل عليا الصبح دلوقتي وقال لي في حد بيحجز الناس بفلوس، لا وبيطلب ب10,000 جنيه عشان يحجز للناس عندي. وللأسف في ناس كتير اتعرضت للنصب ده. والرقم ده 010 65 65 50 41. الرقم ده حاطط البروفيل بتاعي عنده وبيحجز. على فكرة الصفحة دي بتاعتي، الناس اللي عاملينها لي والناس اللي ماسكينها لي ناس محترمين جدا. مفيش حاجة من اللي احنا نخلي بالنا من النصابين. ربنا ينتقم من الظلمة واللي بيستغل مريض واللي بيضحك على مريض. ربنا ينتقم منهم بحق جهنم يا رب. هو انا مش شغال اليومين اللي فاتوا، واما انا لما اجي هشتغل هقول ان احنا ان شاء الله هنبدأ شغل، لكن ما عندناش حاجة اسمها حجز، ما عندناش اي حاجة. حتى انا معلش قمت زعلان جدا، وبرضه فكرت ان حد من الناس اللي شغاله معايا ممكن يعمل فصل زي ده. الراجل ده اتصلت عليه، لقيته عارفني. بقول له انا عايز احجز عند الاستاذ محمود البحراوي. قال لي ماشي يا فندم. شويه وسأسة كده وقال لي ما تخش على الصفحه بتاعته ونحجز. فبضرب عليه تاني عشان اقول له مفيش حجز عنده، مفيش الكلام ده. مش عايز يرد. الرقم ده 010 65 65 50 41. 65 ده 010 65 65 50 41. ده راجل نصاب، معرفش منين، مش عايز يرد. بعد ما كلمته مش عايز يرد. هو في الاول كنسل عليه، عارفني اكيد كويس جدا. ممكن يكون عايز يعمل لي مشكله. ربنا يشفيه جميعا يا رب. ربنا يشفيه جميعا يا رب. والمريض ده له كفاره ذنب. ف الارقام اللي احنا حاطينها عشان مش شغالين، احنا طلبنا من الناس ما حدش يرد. اما نبدا شغل ان شاء الله باذن الله تعالى بامرك انت يا رب، هنقول للناس كلها. واحنا مشكلتنا ان احنا اللي بيجي، احنا الناس بتزعل مني ان هي في ناس ساعات بتبقى جايه ذو مناصب عاليه، بيزعلوا مني جدا. ان احنا بنقول هو قاعد في عربيه مكيفه. هات اللي قاعدين على الارض الاول، الغلابه اللي قاعدين على الارض الاول. هتبص تلاقيه يخش يشتم، انت مش عارف انا مين، انا هوديك في داهيه، ده انا التليفون مني اوديك ورا الشمس. ما عادش الكلام ده بقى، عيب. انا فلان، انا مش عارف رئيس ايه، انا ما اعرفش ايه، انا معايا صحفي بره. ويخش الصحفي اللي ادبه، وانت بتمشيناش ليه؟ طب احنا عندنا شغل. طب والغلابه دول يموتوا يعني؟ يعني الغلابه دول ما لهمش حد. ده انت عارف تسافر بره، معاك فلوس تسافر بره، وراكب عربيه 4 باي 4 وقاعد في مكيف، والناس قاعده في الحر في الشمس. خلي عندك دين، خلي عندك اسلام. والناس اللي بتيجي تدفع رشاوي عشان تخش قبل ناس غلابه، الناس اللي هي ما لهاش الا ربنا وما لهاش واسطه، وكل واحد جاي. يعني انا حصل عندي مواقف غريبه جدا من اهل البلد. الاقي واحد الفجر جاي يحجز لناس، والنبي احجز لي يا فلان عشان احنا اهليه وعيب ما يصحش احنا بلديات.
يقوم حاجز له 3 باسامي مختلقه ومصطنعه. على ما يجي الظهر في عز الحر في عز الايام نلاقيه بيبيع الرقم بتاعه، الميعاد اللي هيخش فيه بيبيعه للناس. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين وبيبيع ايه؟ بيبيع الدور ب 500 جنيه. بيبيع الدور بتاعه، يعني واخد تلات مثلا ايه، 3 حجوزات. هو الحجز بالحضور. يوم بيعهم الواحد بس ب 500 جنيه، ياخد له 1500 يروح. يجي تاني يوم، لان الموضوع ايه يا ابني المال بتاعك ما جوش من المره اللي فاتت؟ قال معلش عشان ده هم كان عندهم ظروف وانا جاي احجز لهم تاني. طب ما عادش الكلام ده بقى. واحد تاني جاي يجيب ناس من على القهوه. انت منين؟ انا مثلا من اسيوط، من سوهاج، من الاقصر، من اسوان. طب قول ان ان انا ابن خالتك او ابن عمتك او حاجه زي كده، وانا هخش وهدخلك انا انت الاول، لان احنا ولاد بلد ولنا دليل عليه. ولاد بلد اللي بيشتموني يعني وبيقولوا انا ابو حرام. وقوم مدخله واخد منه 1000 جنيه ولا حاجه. ومعلش يا استاذ محمود، يعني انت ما تكبرش الخاطر قدام منهم، يعني ما يزعق، ما ينفعش ناس متعشمين فيا هذا يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. تلاقي واحده ست يا عيني غلبانه، شفتوا الجزم البلاستيك بتاع زمان؟ فليه وليه ان انا قلت قدام واحد برضه ممكن يكون من علة القوم. الست ديت حتى مش قادرة تاخد نفسها. ف قلت لها جزمتك ده اهي على دماغي احسن من اي حد هنا. فالراجل قال كلمتين ملهمش لازمة. اقول له يا عم انا بكبر بخاطر الست، وهي ست زي ما انت شايف كده من اهلنا الطيبين الفلاحين المحترمين اللي هم يعني ي- ي- يتشالوا على الراس. الناس دي انت معاك فلوس، هم معاهم زرع. فلوسك دي ورق، الزرع بتاعهم اكل. يعني لو هم انت مش هتعيش ولا تقف الوقفه دي. يعني بكل بجاحه انت هتعلمني، انت هتقول لي. الشغلانه بتاعتي ديت عرضتني لمواقف بايخه كتير. يعني ما يصحش ان واحده غلبانه تقعد تدعي عليا عشان ناس يعني مش فاهمه. احنا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده داخل ليه، ده بيعمل ايه، وتلاقي الوساطات جايه بالهبل. فانا قررت اقف خالص، لان ما يصحش بعد المجهود العظيم ده هو اللي ربنا والعلم اللي ربنا اداهولي ده هو يبقى نقمة عليا. يجي واحدة غلبانة، واحد العيال اللي بره عندي حتى اللي شغالين معايا الناس بتغرق بالفلوس، يروحوا كاتبين اسامي فاضية، يعني كاتب 1 2 3 4 حلو، وهو بيكتب الاسامي مسجل الاسامي عنده والحجز والحضور، يقوم سايب 5 و6 و7 فاضيين ويقوم مسجل بعدهم، عشان لو حد جاي هيدفع فلوس لهم يقوموا مسجلين مثلا في رقم 5 و6 و7. ما هو الدور اهو يا عم محمود، احنا زعلنا من حد؟ الناس تلطم بره وتعيط وتصوت، يقولوا والله العظيم احنا جايين قبل الناس دي، والله ما شفنا الناس دي. طب اعمل ايه في الناس اللي معايا؟ فاعصابي تعبت خالص من زعلي على اللي بيحصل. انا مش شغال و... و... وناس اللي الجيران اللي حوالين مني العربيه اللي بتقف يمشوها، والعربيه وده يمشي، انت جاي لنصاب، وهو واقف قدام مني ياخدني بالحضن ويسلم عليا وربنا وهبك وانت ما تملش من حد. هو اللي عمال يشتم ومشي الناس. واحد بناخد منه ماده مثلا بنحطها للناس، هات يا عم عسل شاهين، يجيب لي مش عارف منين عسل ملاسوس 30 لازمه، ما تعرفلوش مله، ما تعرفلوش ماركه، ما تعرفش جاي منين. طبعا العسل ده شفاء للناس. هات يا عم وقول بكذا، ما عرضتوش في حاجه. فعيب ان احنا كلنا بقينا عباره عن اداه مش لتخفيف الام الناس، بقت اداه يعني حتى لو ربنا جعلنا سبب في الشفاء، ما يبقاش الراجل ماشي زعلان من الوضع. وحاجات كتير بتحصل، وكل واحد سجلت رقمه داخل عليك في داخل عليك بعشم زايد، ويفتح الباب ويخش يقعد. اقعد يا عم الحاج، اقعد يا عم الحاج، اقعد يا استاذ محمود. ايه؟ امال نعمل ايه يعني؟
وتلاقي واحد جاي من اخر الدنيا وعامل صاحبك، وروح مدخل ناس على ناس، واحد قاعد معايا او حد بيعمل له شغل. ودي فانا حتى النفسيه بقت زفت. كل واحد داخل بعشمه وداخل برجالته، وده جاي بيدخل الناس. وواحده يعني تبقى قاعده مثلا من من الصبح، من الفجر، وخلاص هتخش بقى الساعه 2 الظهر، خلاص استوت، بتموت بره، ويقوم داخل واحد قبلها، او وجايب بقى ناس وشغل وساطات عالي، او واحد عامل صاحبي، او واحد عامل بلدياتي، او واحد عامل قريبي، او جاي من طرف الفلان، ده من طرف علان. ده الناس تموت، الناس تموت يعني. لا بلاش شغل. ليه؟ احنا لما يعني انت بتدفع رشوه وعايز ربنا يشفيك. يعني انا اتفاجئت، واحد من العمال اللي عندي، إيه، راجل مديله 3000 جنيه عشان يخش في دور غير دور. طب ما هو غصب عنه، غصب عن اللي خلفوه هيدخلك، ده مبلغ. لا، وسمعت ارقام فلكيه تانية. اللي شغال عندي ذات نفسه بيخليني اتنرفز لدرجه ما بقع بيودوني المستشفى، ويحلف بالطلاق، ويحلف بالله، ويحلف 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 ويحلف، والحجز اهو ومش عارف ايه. والناس، يعني الناس تكاد تكون تنفجر من اللي شايفينه. ركبت كاميرات، والله انا هبص للكاميرات يا استاذ سيف؟ انا هبص للكاميرات ولا اخد بالي من الراجل اللي بعمل له؟ يا استاذ سيف، ده بين دي بين في نقطه بين المثانه وبين البروستاتا والمصحف اقل من ربع ملي. اي غلطه لو انت مديت ايدك شمال اديت ايدك يمين ممكن وفي الايد سبحان الله، في الايد، في الايد. الفتره اللي فاتت ديت في راجل من السلوم، جزاه الله عني كل خير، آه، حجز لي هناك في مطروح مره، وهنا دلوقتي الحمد لله انا قاعد مع نسيبي شويه، كان تعبان برضه، قال لي لازم تقعد معايا شويه، قال لي ريح. الناس بقت صعبه، الناس بقت صعبه. الناس كل واحد بيهمه نفسه بس، ومفيش حد بيقول يا رب. الناس بقت صعبه، كل واحد داخل انا وبس. واحد يقول لي نظم المكان عندي بسيط، واحد يقول لي انت قعدنا في الحر. يا ابني انا مش مؤسسه ولا بتاع، ده انا واحد ربنا وهبه حاجه بس من عنده سبحانه وتعالى. الناس بقت وحشه. يعني حتى اللي جايب لك شويه اعشاب، ده انا رجعت اعشاب يجي 50 مره. يعني بدل ما تكسب بدات في النازل. بدل ما انت عايز ربنا يكرمك عشان تدفع ايجارك وتدفع للناس اللي معاك، الناس اللي معاك انا ممكن اشغلها من غير ولا مليم، بسبب اللي هم اللي بياخدوه من الناس بره. فلو عملت كده فتحت لهم الباب ان هم ياخدوا من الناس اكتر، هتبقى ما فيش حد اسمه جايب الدور. هيقول لك ما انت خلاص بقى خدت مننا. ف صعب، صعب. فانا واقف من الشغل، حتى انا بنتي ذات نفسي مش عارفان قد ما عارفه دلوقتي جدها وعمها. ليه؟ ما قعدتش مع بنتي الفتره اللي تخليها تاهلني ان انا اكون اب فعلا. فالناس بقت وحشه. يعني واحد كل يوم، ولو ما عملتش كده كل يوم، يعني كل يوم يجي يحجز لناس وهميه. انتوا متخيلين؟ شفت الفكر وصل لغايه فين؟ لناس وهميه. ومن زحمه الناس، من زحمه الناس يبيع الرقمين اللي هم في الاول دول، يقول له تعالى انا همشي، انا مش كاشف، الراجل ده نصاب وحرام، عايز تاهل وسهل، عايز تاخد دوره خده. او غير كده انا بصراحه تعبت، مش هستنى، انا والدي حصل له حاجه عايز اروح. تاخد الدورين دول؟ اه اخدهم. طب لو سمحت هات لي كذا عشان المواصلات، انا كنت جاي مش عارف ايه ومش عامل حسابي، والظاهر بياخد فلوس كتير ولا حاجه، يعني بضرني كمان. ولو ما حجزتلوش، هو ابن بلدك بقى، لو ما حجزتلوش واديت له الناس بتوع اللي هم جايين كده، وتبص تلاقي واحد داخل عليك من البلد قاعد على القهوه صايع، يعرف له اتنين تلاته على القهوه، ويقول له تعالى انت منين يا حاج؟ يقول له انت ابن خالتي، واعرف عنه القصه وبتاع، مش انا كنت مكلمك عنه يا استاذ محمود؟ ده انا قايل لك. وفعلا يبقى مكلمني على حد وهو جايبه وهو ما يعرفوش، وياخد منه 1002 ويروح البيت ويجي تاني يوم. وفي غيره بقى سمع عن القصه دي، راح قاعد يهلفط مع واحد، انا عملت كذا، لا شفت المعلمه وخدت وانا قاعد.
يا باشا ده فيه ناس عايل بتوك توك جايبه من موقف لغايه عندي، من الموقف بتاع البلد يعني، جايب ناس من موقف لغايه عندي، واخد من الراجل 200 جنيه، واللي مالكش دعوه استنى بقى ادخلك انا، والمسافه 100 متر. ففي ناس دلوقتي من الاجرام بتاعها وجاي و... 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 وعارف ان في زحمه، فبيخلي بتاع التوك توك يقول له اتصرف وماليش بركه الا انا. ده وصلت لواحد بتاع التوك توك، بعد ما كان بيشتمني والكلام ده كله، انت هتشتغل امتى؟ هتشتغل امتى؟ ليه قاعد على الموقف تمرين يا حاج؟ قوم هو جايبه وجاي وانا ادخلك انا والحكايه والروايه. والواحد منه انسان بسيط والمكان بسيط يعني انا مش الناس كلها بتقول لي روح اشتغل في مكان بعيد عن المكان ده وسيب بلدك ديت، لان بلدك ديت مش كويسه. هي حلوه عشان امي فيها، امي الام يا جدعان، الام دي حاجه كبيره قوي، الام يا جدعان. فده مخليني ايه صابر على اللي هم بيعملوه فيا، وعلى اللي بيجيب لي المواد الخام، وعلى بتاع الاعشاب اللي بيجيب لي الاعشاب ارميها كل مره، ويقول لي والله انا جايبها ومنقيها واحده من واحده وتيجي تطحنها. تل- يعني لما يجي لي اجيب اعشاب مثلا ب 30,000 والاقي فيها رمل، برميها كلها. ما الراجل بيحلف بالله وخساره، برميها كلها. ليه؟ مش عايز حد في يوم من الايام يقول لي انت هي. هقول ايه؟ والله العظيم ما انا عارف اقول ايه. في ناس ما عندهاش ضمير، ما عندهاش ريحه ضمير. والمصدر بتاع الاعشاب بتاعي يعني من كذا اتجاه. الحاجه التانيه، انت اما بتعمل لواحد، بتيجي تعمل لواحد بيبقى جاي معاه لسته كده. انا لو وريت لكم ورقه، في ورقه انا مصوره، لو انا حطيته عندك هتقول مش ممكن، الراجل ده ايه اللي مش عنده اصلا؟ ما كان يقول لي مش عنده احسن. آه بيجي مثلا عنده عينين، وعنده جيوب انفيه، وعنده حساسيه صدر، وعنده ما بيسمعش، وصداع في الدماغ، وتنميل مش عارف فين، والعصب الخامس، وعنده تنميل في ايديه، وعنده وتر في الاكتاف، وعنده غضروف في الرقبه، وعنده غضروف في الظهر، وعنده تنميل في رجليه، وحرقان في بطن الرجل من تحت، وعنده غضروف هلالي، وعنده الرباط الصليبي، وعنده خشونه، وعنده حصوه، وعنده مراره، وعنده كبد. وتعمل له كل حاجه، وتدي له شويه اعشاب حتى عشان تمشي نفسك بيه، عشان عامل هيشتغل، عامل بينظم العمل، عامل بينظف، عامل بيطحن، عامل بيعبي. تبص تلاقي جالك بعد شهر يقول لك انا مش عايز الاعشاب دي. طب اديني الاعشاب ليه؟ طب ما هو انا يا ابني انا مديك الاعشاب عشان ما تجيش اعاده عشان غيرك. يجي لك بعد 6 شهور يقول لك انا والعياذ بالله. الناس المريض ما عندوش ضمير. يا ابني انت ما ترجع بقى يقول لك ايه، انا عينيا لسه فيها شويه سنه بسيطه كده وما خفتش، يعني حرام يعني اللي انت بتعمله فينا دي، اجي مرتين. تيجي تبص على الورقه بتاع انت كنت في امتى يا حاج جاي هنا؟ كنت في اليوم الفلاني. مفكر ان احنا مش مسجلين. تلاقيه عامل يجي 50 حاجه، وفاضل حاجه بسيطه في عينه، فاضل حاجه بسيطه في كتفه، حاجه من 50 وحاجه بسيطه، وجاي عامل لك زحمه، وانا ما اعرفش قاعده، وانا ما اعرفش ايه الناس دي خلت الواحد مش عايز يشتغل خالص. آه، فطبعا الموضوع كله ان احنا تعبنا من الناس مهما تعمل معاهم، ومهما آه، تقدم لهم خدماتك، وتسيب اهلك وتسيب بيتك وتسيب بنتك. يعني الاستاذ اللي اسمه حسين اللي عمال يضرب ده، يا اخي انت ضربت مره كفايه وكنسلت عليك كفايه. لما ما تردش على حد يبعت لك على الماسنجر يشتمك، انت ما بتردوش، يا ولاد اللي يا اللي صفاكوا يا اللي نعاكوا. مفيش ادب، مفيش احترام، ما عادش فيه. آه، واللي جاي عايز يتعلم بقى، اللي من لبنان، واللي من ليبيا، واللي من سوريا، واللي مش عارف منين، واللي من يعني كل واحد، واللي من مصر جاي عايز يتعلم، واللي من تركيا، واللي من تونس، واللي من هنا.
وعايزين يتعلموا وعايز يتعلم ببرود، وواحد يجي يقعد جنبك جايب حالتين ثلاثة يقعد جنبك يبص يشوف انت بتعمل ايه، يروح يقول لك انا بعالج زي محمود البحراوي. الاقي مبوظ لي عينين ثلاثة يقول لي فلان بيقول لي ان هو كان متعلم عندك ومتصور معاك. ما هو وارد ان هو جايب ناس لازم يتصور معايا، معنى ان هو اتصور معايا يبقى انا علمته. تلاقي ماسك النقطة بتاع العين مخرم فيها، والراجل يقول لك كان راح المستشفى وكان هيموت بسبب الوجع اللي اتوجع له، والنقطة بتاع العين مخرمها له مبوظها له. يعني عشان اعمل له قلت له لا تعالى بعد سنة. قال لي النظر بيضعف. قلت له انت ايه اللي قالك تروح له؟ قال لي ما هو مصور معاك بيقول ان انت معلمه. قلت له يا ابني انت شفتني عامل معاه فيديو وانا بعلمه او انا مصوره؟ لا ما انت تقول الكلام ده ما ينفعش. ويجي لك ناس صايعة ويجي لك ناس ضايعة وناس شاربة، موارد عليك كل حاجة. واللي جايب امه او بالذات العيال اللي شغالين البنات اللي شغالين في الصحه ان كانت في الصحه مثلا ممرضه، مس، دكتوره لسه في كلية الطب. ابراهيم حسين الشالوشي خلي عندك دم. ابراهيم حسين الشالوشي خلي عندك دم. تلاقيها جايه بقى انت هتعمل ايه؟ حط ايه؟ اوعى شوف. قلت لها يا فندم انا انت شايف الناس اللي طالعه عامله ازاي؟ ماليش دعوه بحد، انا دعوه بماما. اه انت هتعمل ايه؟ فبتنرفز الواحد يقول لها اروح فاتح الباب من غير بحركه لا اراديه ليه؟ مفيش نوم، مفيش قعاد، مفيش. اقول لها اتفضلي بره لو سمحتي. مش طالعه. يلا يا ماما ده شغل نصب. يلا يا عامله دكتوره بقى في اولى طب ولا في تانيه طب. فتلاقي يا بنتي حرام عليكي يا بنتي الناس طالعه زي الفل كلها وبتزرغت ومبسوطه. يلا يا ماما انا بقول لك شغل نصب. طيب من غير ما مدي ايده عليها والله يا حاجه. فتطلع تقعد بره شويه بعد ما اهلها يقنعوها والكلام ده كده، تخش تقول لي انا اسف يا محمود. الله اقسم بالله وحياه بنتي ما هي داخله، وحياه بنتي ما انا عامل لها. ازاي يعني؟ قلت لها زي الناس. هو انت ربنا؟ والقازمين الغيظ والعافين عن الناس. كانت دكتوره دلوقتي بقت واعظه. يا بنتي تعطليش الناس ينبوا كساف في الناس، وعايزه تقف ووريني الابره دي انت جايبها منين، ووريني مش عارف انت حاطه فين تخش تعطلك والناس بره هنا اهو. ولما الدنيا بتتزحم انا بقول لي انا مش شغال او انا مش هشتغل الفتره الجايه. لما الدنيا بتتزحم الناس بتضرب بعض وبيشكلوا بعض مش يحبوا بعض ويدعوا لبعض ويصلوا على النبي وهم قاعدين ويذكروا ربنا. لا ده بيضربوا بعض وبيشتموا بعض. انت جاي دلوقتي انت جاي حالا ايه ده؟ لا نجيب مشاكل للناس ليه؟ احنا والناس يعني. هقول لكم على حاجه اقسم بالله واحد من البلد عامل كبير على الصفحه القديمه عمال يشتمني الحرام النصاب اللي والله ما انا عايز اقول اسمه اقسم بالله ورب الكعبه وقدام البلد وقدام الناس كلها. ساعه ما يشوفني يجبرني وياخدني بالحضن وعلى الفيس ويفكر ان احنا مش شايفينه ومالوش 30 لازمه. وعامل كبير وهو ولا كبير ولا نيله ومالوش 30 لازمه. انا كبير باللي ربنا اداهولي، انا كبير باللي ربنا علمهولي. ف حاجه قذره. شفت ناس، شفت واحد داخل عليا من غير ما يخبط، امين شرطه من بلدي وراجل صاحبه تمام، من غير فتح الباب وداخل انا ختمت البلد كلها. اقعد يا حاج اتفضل مش عارف ايه. تردش على التليفون ليه؟ طب انت راجل جايب لي والناس غلطوه، جايب لي ناس وجاي لي تصحيني. انا يا دوب لسه هنام الفجر، يا دوب اتشطفت وهنام حتى مش عارف اصلي الفجر. قمت عامل التليفون سايلنت وقمت عامله على الطيران وعايز انام ساعه. يمسك الباب طخ طخ تحرجني مع الناس. وجايب واحد مالوش 30 40 لازمه وجاي ويدخله قبل الناس وحاجه قله ادب. ومش عايز اكلمه وان خدمت البلد كلها. ما هو جاي ما بيقولكش بيشتمك، جاي متعشم عشم قذر، عشم وقح، عشم مجرم. ما اناش عارف اتكلم. ما هو يا ريته بيغلط ولا ابو الحاجه بس داخله. واحد عامل صاحبك قوي زلك بحاجه بسيطه جايبها لك من بره ولا اي حاجه يروح يفضحك عند نسيبك. معايا حوالين مني شله كده مش فاهمه ان الراجل ده، وهم اللي مفهميني ان انا حاجه كبيره. قال انا مش حاجه كبيره، انا حاجه ربنا مديها لي بس، ما اناش حاجه كبيره ولا حاجه. استاذ محمد عبد الحي الشامي ربنا يخليه. ف
انا ما بردش على حد ومنعت ان حد يرد على حد. وساعات رقم يعني انا مثلا مش هاخد الارقام اللي هي بتاعت الشغل اخليها معايا، بخليها مع الاولاد اللي شغالين معايا. الاقي واحد جاي لي من الناس اللي سجلت معاه كمان وصورت معاه، عندي وعندي 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 وعندي، وانا جاي لك من امريكا مخصوص. يوم الولد يقول له حسابك كذا، يجي عندي يقول لي معيش. طب انا هدفع منين؟ انا اخد اقعد مع عند نسيب اكل او اشرب عنده وخلاص، بس وراح دماغي. الحاجات اللي احنا بنعملها فعلا خارقه للعاده، خارق يعني ما يدخلهاش عقل ولا منطق، بس ده اللي حصل، ده اللي ربنا عمله معايا. انا ماليش دعوه باللي بيحصل اصلا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كده. يعني انا ساعات بعمل حاجات انا مش متخيلها، يعني السرطان في نص دقيقه، سرطان البروستاتا، سرطان المستقيم، سرطان المعده، سرطان القولون، سرطان الثدي بتاع الست، ده انا اتحديتهم على مستوى العالم كله يقولوا لي الميه البيضاء في العين في نص دقيقه، العشاء الليلي. لو بص بعض الناس بتجيلي عين كويسه وعين مش شايف بيها، دي بتاخد 3 جلسات. انما لو الاتنين مع بعض حتى لو النظر ضعيف جدا بعمله في نص دقيقه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشفي. ناس بتجيلي على الغده الدرقيه بتروح تحلل تاني يوم. اتفاجئت في واحده عملت البنتها الغده الدرقيه، جات لي هي رابع يوم تقول لي ربنا يبارك لك، وجايبه لي فلوس قد كده اهو، قد كده والله، كده اهو فلوس كده اهو، ميتينات. تقول لي بنتي التانيه بقى كليه صيدله، بس معمول لها عمل كل ما يجي لها عريس يطفش، الفلوس دي كلها خدها يا ست انا مش بتاع الكلام ده. يا ست ربنا يهديك ابدا، امال انت عملت الغده الدرقيه ازاي؟ ده الدكتور ما صدقش، بقول ايه ما فيش غده درقيه يا حاجه، ده علاج بتاع ربنا، ربنا يهديك. الناس اللي جت من العراق، الناس اللي جت من جوه، الراجل ده انا ابراهيم الشالوشي ده انا هعمل له حظر حالا. آه، 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 الفتق القربي انا يعني في جلسه في 10 ثواني بخليه يخف 50% فقط، بعد كده ما بيستجيبش معايا. فعشان نكون واضحين، آه، انا قلت اللي عندي. وبالنسبه بقى للناس اللي هي بتسمع كلام محمود البحراوي، بتسمع كلام الدكتور محمد جودة عواد، بتسمع كلام الدكتور كريم علي، فكر تاني، كل ده كلام فارغ. ما تسمع كلام ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وان تصوموا خير لكم. وسيدنا النبي محمد بيقول ايه؟ صوموا تصح. كتر الاكل، كتر الاكل على ضمان على بطال، عمال تقرقش طول ما انت قاعد بين الوجبات، الكلام ده كله كله كلام فارغ. اشرب ميه كتير وهدي المعده شويه من الاكل، هتلاقي نفسك صحتك حديد، ولا سكر ولا قلب ولا ضغط، ما يبقاش عندك دهون ثلاثيه كوليسترول. تتفاجئ في ناس بتتفاجئ ان عندها السكر. ساعة ما تتفاجئ الوصفة بتاع النهارده، ساعة ما تتفاجئ ان انت عندك سكر اوعى تاخد حبوب ولا انسولين. هتشرب ميه كتير وتمنع الاكل تماما، هتلاقي السكر رجع لمعدله الطبيعي. الناس اللي هي بتروح تكشف دوريا وبتلاقي عندها مقاومه انسولين وبتخاف، لا، لما تلاقي عندك مقاومه انسولين وانت لسه ما خدتش علاج، بتعمل صيام طبي 3 ايام، بتشرب ميه في 3 ايام ما تاكلش خالص، بتلاقي مقاومه الانسولين راحت. الناس اللي هتروح تغسل كلى والدكتور يقول لك روح ركب جهاز عشان خلاص انت هتغسل، طبعا الكرياتين بيعلي الضغط، بتعمل صيام طبي 3 4 ايام 5 ايام، بتلاقي الكرياتين من 10 ل1 بس، ما عادش عندك حاجه. فاحنا بنقول اللي علينا ان هنقابل ربنا في يوم من الايام، هنقابل ربنا. فيبقى قلنا اللي علينا عشان حد تغيير المفصل بفضل المولى عز وجل، غير مفصل الركبه ولا غير مفصل الحوض، ده في نص دقيقه بفضل الله تعالى، برضه من عند الله، ما اعرفش بتيجي ازاي معايا، هو ربنا اللي بيشفي. سيبك من لك اللي انا عالم، والراجل اللي هو بيطلع على التلفزيون ده يقول لك ما تشربش ميه. يا جماعه حته شرب الميه اللي بتموت، اقول لكم بتعمل صلاه ازاي. في حد فيكم مهما كان وزنه، سواء ضعيف سواء تخين، ان شاء الله يكون عنده ايه، ان شاء الله يكون زي الجاموسه، في حد يقدر يشرب 5 لتر؟ يعني انت لو جبت 4 لتر ونص ميه اللي هم 3 ازايز وحطيتهم في قلب قاروره، حلو، يقدر يشربه مره واحده على بق واحد؟ يعني يشربهم في نفس واحد؟ ده اللي يموت، يموت وقتي. مفيش، ما يحصلش الكلام ده. طيب في حد بياكل تلت ويشرب تلت ويتنفس تلت؟
كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش الكلام ده. الضغط الواطي يا ابو ياسمين بياخد زيت، معلقه زيت جنين قمح الصبح صغيره على الفطار، حتى يمنع الدوخه ويمنع الضغط الواطي. معلقه زيت جنين قمح الصبح قبل الفطار بساعه، بعد ساعه بالظبط يلاقي الضغط ظبط، يلاقي مفيش دوخه مفيش اي حاجه. والناس اللي عندها صداع مستمر او ضغط مستمر انا بعملها في 4 ثواني. 4 ثواني تلاقي الضغط راحت والصداع راح. بس بقول لك وصفه عشان انت لو من بعيد ما تجيش يبقاش حرام عليك. انا زعلان ان الناس علاجها بسيط، وفي ناس فاهمه الكلام ده وعايزين الناس تفضل تعبانه عشان يلجأ لكل حاجه. طيب واحد يبقى الموضوع بتاعه بسيط وانطلب منه تحاليل واشعاعات والكلام ده كلته، انزل تحت الدور الاولاني الدور اللي فوق مش عارف، ما عندوش حاجه. اول ما تلاقي نفسك تعبان نصيحه لوجه الله، صوم. صوم. مش قادر على الصيام، اعمل الصيام الطبي اللي هو ممكن تاكل وجبه واحده في اليوم خفيفه وتشرب ماء كتير. فطبعا لما يطلع احد الساده الاطباء على التلفزيون ويقول لو شربت ميه تموت، او الميه بتموع الدم، 90% من الدم ميه. فيا سعاده الباشا مفيش حد هيشرب 5 لتر ميه في اليوم. ولو حاولت تقول المعلومه دي تقولها برضا الله وبتوفيق ربنا بما يرضي الله. ما تعملش جهبذ وتشق على الناس وتقول لهم ما تشربوش ميه. كهربة المخ الزيادة ونبات الصرع عندي يا محمد الحمد لله، والتوحد كمان عندي علاج التوحد، أعشاب للتوحد. أقسم بالله ما حد طفل خدها لو ربنا شفاه. ما فيش طفل في مصر بياخد علاج كهرباء لو ربنا شفاه على إيدي. شهر تلاقيه بيتكلم وبيمشي وبروح وبيجي، شهرين تلاقيه عايز يخش مدرسة ويبقى إنسان طبيعي مفيش حاجة. الناس اللي هي بتجيب لي مرض الداون أو المنغولي، أما بتشوف نتيجة حلوة عايز انت شفت الجنان ده وصلت بهم الدرجه ان هم واثقين في محمود البحراوي ان هو يغير الشكل بتاع الوش. يا ابني ده هو خلقته كده، يا ابني النقاش اللي ناقشه كده. اهم حاجه يبقى طبيعي، يمشي يروح يجي، يبقى له علاقات، يبقى له اصدقاء، يبقى له مكان يقعد فيه. لا ده عايز نغير شكله المنغولي. يا حبيبي انت مخك متربس. والمشكله ان الناس متعلمه، الناس متعلمه. طبعا الفقرات العنقية والقطنية والطعمية والمهلبية والكلام ده كله، بقول لك تسليك العصب في نص دقيقة. اللي انت بتعمل له حاجة اسمها أشعة اسمها ايه، أعصاب دي ولا اسمها ايه، في نص دقيقة. وتحليل عشان هنعمل عملية، وبعد العملية تلاقي التمرين زي ما هو. الناس اللي بتجيلي النص التحتاني كلته، النص التحتاني كله منمل ومش قادر يحرك، ده في نص دقيقة. سرطان الرئة ان شاء الله استاذ سامح علاجه موجود، لان احنا بنيجي على المكان بتاع الرئة. على فكرة يا جماعة هو اللي ربنا مديهولي بعيد عن شرق اسيا ليه؟ ما انا عندي دعوة من الحكومة اليابانية، جاي لي دعوة من وزارة الصحة اليابانية، وما رحتش بسبب بعض الاصدقاء برضو المقربين اللي بوظوا الدنيا. اللي عايزني مش عايز بنتي ومراتي تيجي معايا، يعني اشترطت على الوزاره هناك ان انا اخد بنتي ومراتي معايا. اتفاجئت ان هو حد اللي بيتكلم في الموضوع كلمه باسلوب مش كويس وبعت لي كذا عند فلان الفلاني. فالست فكرت الموضوع كله نصب بقى، انت خليته يتكلم مع الناس لان انا مش فاضي. ف في حاجات كتير والضغوط كتير من كل حته. النهارده واحد مثلا محمود البحراوي شغال مثلا من الفجر للساعة 12 بالليل، تبص تلاقي عربية جاية لك، ده طرف فلان الفلاني لازم تروح له القاهرة وتعمل لبنته أو تعمل لابنه أو تعمل لأخوه أو لعمه أو لزميله أو لصاحبه. يا جماعة ده طب هاتهولي، ده أنا عندي ناس الصبح كتير، ده أنا لسه رايح أنام لقيت الناس، يعني أنا خلصت الساعة 12 بالليل من الفجر، انا ناس قدام قاعده معلش اسمع ده واحد بس معلش. طب عايز انام، مش ومفكرك حديد. فهو طبعا تراكم الوقت وتراكم الايام مع عدم النوم خلاني بقيت اخلاقي مش كويسه، خلاني بقيت ازهق وازعق واشخط. الناس مفكره قله النوم دي حاجه عاديه، لا ده كارثه. الصدفيه علاجها سهل يا استاذ رامي.
فوجع البطن المستمر والدوخه دوت ممكن يكون فيه اللي هو فيروس بي، او زي ما بيقولوا حمى البحر او المتوسط، دي سهله خالص ولا في نص دقيقه بفضل الله تعالى. سرطان الرحم ان لم يكن هناك سرطان الرحم ان لم يكن هناك نزيف، يبقى ده ارجع للاشعاعات مره واثنين وثلاثه. او سرطان الرحم عامه هو اسمه الورم الليفي. الليفي ده لو ما فيش نزيف يبقى ما فيش سرطان رحم. ما اعرفش، بتقول لي اشاعه، تقول لي بتاع، ماليش دعوه. فالناس والاخر بقى يا سلام، معانا ناس تقيله مثلا رجال اعمال بتديك حاجه. طب الحمد لله رب العالمين، ببشركم ان انا في دكتور محترم من السعوديه جاب لي قطعه من كسوه الكعبه، ودي كانت عندي بالدنيا. الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا. فاضل بس ان انا اروح ازور سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعرفوش يعني ربنا مديني الحاجه ديت، وما تعرفوش ممكن اخش جنه ولا نار. الموضوع مش سهل. فخلي بالكم من يوم القيامه، اللي ما عندوش يقين ان هو فيه يوم قيامه وان هو يتحاسب، دي كارثه. انجح ناس في العلاج هم علاج الطب النفسي. ليه؟ الطب النفسي اول درجات الطب العلاج النفسي، او اول اسباب الامراض النفسيه هو القولون. والقولون ساعات انت لما بتفضل سهران كتير ليل ونهار شغال، بتبص تلاقي دهون الكبد بتيجي منين ما تعرفش. دهون الكبد اول درجه من درجات الامراض النفسيه، لان دهون الكبد بتسبب مشاكل القولون. مشاكل القولون تعمل امراض نفسيه وانت مش واخد بالك، والدنيا بايظه معاك. فانت دايما الصيام جنه. لو انت عندك اي مشكله نفسيه وصمت، بتيجي الجوع، بتدور على الجوع والعطش وتنسى ان انت تعبان اصلا. طب ما تيجي تفطر ميه بقى، بلاش اكل، افطر ميه واتعب نفسك اكتر. الجوع نعمه. ولما انا جيت في يوم من الايام وقلت الضغط العالي نعمه، اتهاجمت هجوم شديد. ولما عرفتهم ازاي تعالج الضغط العالي ويعالج جسمك كله، دعوا لي. اللي دعوا عليا في نفس الوقت دعوا لي. الناس اللي كانت يعني في ناس، بعض الناس شتمتني وهاجمتني كتير جدا على بعض القنوات. يعني صاحب قناه على اليوتيوب بعد ما شتم وقعد 3 4 سنين يشتمني والنصاب والحرام والضلالي واللي الاقيه جاي يبوس ايدي يقول لي انا فلان فلان سامحني. اقول له مسامحك يا عم ولا عادي. يقول لي انا اتفاجئت ان حد قريبي جالك وانا كنت بحذره منك، والراجل ده ما فيش الكلام ده، ايه اللي كل حاجه في ثانيه ديت وخشونه الركبه. اتفاجئت ان هي كان عندها كذا حاجه. جت لي بتقول لي انا بقيت كويسه جدا وماشيه وزي الفل وبطلع سلم. ازاي محمود؟ فلقيته جايبها وجاي يبوس دماغي وتقطع عليه ويقول لي انا اسف. ومع ذلك هو اسف، وانا وقبلت الاسف والكلام ده كله. لكن الفيديوهات اللي شتمني فيها مش عايز اشيلها عشان الماده، عشان الفلوس. اللي انا بصور عليه دلوقتي اصلا البتاع ده مش بتاعي، مش برقم تليفوني، بس حد محترم هو اللي عامل لي الصفحه العامه ديت. البروستاتا في نص دقيقه يا استاذ بهاء. الشلل الرعاش بيجي جلستين اتنين، ساعات بيجي من جلسه واحده جلستين اتنين. والشلل الرعاش هضطر اقول وصفته عشان ما حدش يزعل مننا. الشلل الرعاش زيت الفول السوداني. لو شلل رعاش مش ارتجاف، لو شلل رعاش يا استاذ حاتم مش ارتجاف، بتجيب زيت فول سوداني من العتبه، او الحته اللي هي فيها بقى حراز والريحان ورجب العطار والحته دي، هتلاقي عندهم زيت اللي هو زيت الفول السوداني. مش فول سوداني او زبده فول سوداني، لا، زيت الفول السوداني بيعالج مرض الرعاش باذن الله تعالى. في خلال 20 يوم تلاقي اختفى تماما. انما ارتجاف الجسم او اهتزاز او الميل او عدم الاتزان دي له حاجات تانية. فاحنا نفرق. كفاف العين في نص دقيقه بفضل المولى عز وجل. البهاء بفضل بتوفيق ربنا لا اناله، اللي هي واحد السموم اللي احنا بنعملها. اتفاجئت ان هي بتعالج البهاء بتوفيق ربنا. احنا لما نزلنا وصفه القلب والشرايين من حوالي 12 سنه او 13 سنه، لغت حاجه اسمها طوابير القلب مفتوح في مصر. ومع ذلك احنا مش مشهود لنا. اي حد ممكن يخرم فينا، واي حد ممكن يبهدلنا، واي حد ممكن يروح يقول علينا كلمتين مش كويسين، واي حد ممكن لا ويشتكينا. احنا نقعد يا عم الحاج، لا مش عايزين نشتغل ولا عايزين حاجه من حد. الحزام الناري في نص دقيقه. كل
ودوال الساقين والحاجات دي كلها. هستأذنكم دقيقة واحدة. الغدة الدرقية واللحمية في الأنف بالظبط الاتنين في 23 ثانية بالرقم 23 أورام من الغدة الليمفاوية. ده في الرقبة دي ولا فين يا أستاذنا؟ فطبعا ارتفاع الهيموجلوبين له شغل الحمد لله. زيت الفول السوداني استعمله ازاي؟ معلقة صغيرة، معلقة صغيرة قبل الفطار والعشاء بساعة، تشفى من مرضك بإذن الله تعالى خلال 20 يوم، مش تلاقيش أي حاجة بإذن الله تعالى. البروستاتا في دي جلسة. اللهم صل على سيدنا محمد. التوحد وعدم الكلام. أي طفل في مصر بديله أعشاب قد كده 20 يوم يتكلم أحسن مني ومنك. طبعا ما احنا مش عايزين بس ايه نلغي برضو ناس بتاكل عيش زي اللي عندهم عيادات تخاطب والكلام ده كله. ف ما ينفعش ان احنا نوقف الناس دي كلها، ما ينفعش نوقف الاشاعات والتحاليل، والناس دي كلها بتاكل عيش ومنظومه كامله متكامله. منظومه دلوقتي يعني طبيه كبيره وعملاقه في مصر، زي بتأدي خدمات للناس كتير جدا 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 وبدون مقابل. ف اذا كنت انت بتروح مستشفيات خاصه العيب فيك انت بقى، ما انت كل حاجه موجوده في المستشفيات الحكوميه. يا سيدي اللي بيقولوا ما تقدرش تمشي ديت، ما عندنا ستات كتير في مصر ما تقدرش يمشي بسبب الركبه، بسبب المفصل. انا اعيب على المسلم ان هو يبقى بكرش، يبقى ضخم، يبقى عامل زي الهيلة. أعيب عليك لأن أنت شغلتك إنك تعبد ربنا، مش إنك تاكل وتشرب وتنام. شغلتك إن أنت تتلذذ بالعبادة، تتلذذ بالصيام، ما هوش تكليف، ده تشريف. إزاي أنت في واحد مسلم ما يقوش يصلي الفجر؟ أنت مخك تعبان. أنت دور في نفسك تلاقي نفسك عندك مشكلة إما في وضعك الاجتماعي مالكش لازمة. والله العظيم لو ما صليت الفجر مالك لازمة، ولا ليك ما استغفرتش ربنا وما ذكرتش ربنا. الناس اللي بتقعد همها ازاي؟ انا عايزك تعيش في مصر ولي. يعني ايه ولي؟ يعني نحافظ على البلد دي، ما يبقالكش طمع في الدنيا قوي. انت مش، انا مش ضامن اخلص البث معاك ده ولا لا. انا ممكن اموت، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ فانت دايما خليك انا بتاع اللحظه دي، حالا اهو بتاع ربنا. اللي باقي ده اللحظه حتى اللي احنا فيها بتاع ربنا، واللحظه اللي جايه بتاع ربنا. انت ممكن تموت. انت عايز تهد بلدك، وعايز تبني عماره زي زميلك، وعايز تجيب عربيه زي زميلك، وعايز تجيب ثلاجه لبنتك زي زميلك، وعايز تعمل دي، وعايز انت باصص لغيرك ليه؟ علاج الصدفيه صادق يا استاذ رامي فوزي. انت باصص لغيرك ليه؟ كون ولي في الدنيا ترتاح في الاخر. انت تعيش لك 50 60 70 سنه في الدنيا، طب ملايين 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 السنين في الاخر، يا جنه يا نار. الناس اللي عندها 50 سنه انت حسيت بعمرك اللي عدى؟ ما حسيتش. هتحس لما تموت، هتلاقي نفسك كانك والله العظيم ما جت الدنيا. لما عذرين يجي لك طب استنى اصلي ركعه. اما احنا هنسيبك مش هتصلي ركعه، ده انت هتقول انا عايز طوب، عايز ابني، عايز اعمر. الناس اللي عايزه تبني الارض الزراعيه كلها، الناس اللي بتقول الحاجه غليت ليه، الناس اللي مش مقدره الطرق بقت عامله ازاي، والكباري والدنيا بقت عامله ازاي، وبقت الحلاوه، ومصر بقى لها شكل تاني، وبقى عندها جيش، وبقى عندها كرامه، وبقى عندها قرار مستقل. انت الناس مش فاهمه. فكل واحد قاعد في بيته او ما بيخرجش من بلده مش عارف ايه اللي بيجري حوالين منه، التحديثات والتطوير والانشاءات اللي هي، والحاجات اللي كانت المشاريع اللي كانت محرمه علينا وممنوع نعملها بامر من امريكا، بقينا بنعملها غصب عن اي حد. الناس ما بتحمدش ربنا، الناس ما بتستغفرش. يا اخي ده هو جاب لك وصفه كمان، بيقول لك ايه؟ قل تستغفروا ربكم انه كان غفارا. يعمل ايه يا رب؟ هتعمل له ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. لو ايه تاني يا رب؟ ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هو يقدر يخليك الصحراء خضراء، بس انت ما بتفهمش.
انت جاموسي، هو مديك عقل انت لغيه. ما تستغفر يا عم. النعمه اللي انا فيها ان انا كنت بمشي خطوه واسيب خطوه واقول استغفر الله، اقول على واحده واحده لا بالنفس. مش واحد يجي يستغفر ربنا يعمل هو ده استغفار ده يا ابني؟ هو ده استغفار؟ ده شغل عيال، ده شغل. انت بتذكر الملك، انت بتذكر ربنا. فانت لما تيجي تستغفر الله تعمل استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله كده. بالنسبة لأنيميا البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة لأنيميا الفول، وبالنسبة لكانت الأنيميا خبيثة ليها علاج بإذن الله تعالى. طب أنا بس عشان بس برضه ما أشكش على الناس، لو أنت ما نفعش أكل الفجل، الفجل اللي هو نعمة من عند ربنا، تاكل فجل، تاكل فجل. الفجل يمنع الأنيميا أيا كانت، الفجل يمنع النقرس أيا كان، الفجل يمنع آلام المفاصل أيا كان. والله العظيم الفجل ده ثروة. انا بعد ما قلت الكلام ده من كام سنه اتفاجئت ان هو الفجل موجود على معابد الفراعنه. التأتأة والنقطه يا سياده المستشار القانوني قلنا لك خلاص موجود، علاجه موجود، اعشابه موجود الحمد لله. فالناس مستكتره يعني، حتى انا لما بيجي لي ناس من اتراك او ناس من العراق او ناس من هنا ومن هنا، مستكتره ان واحد مصري عنده استعداد يعلم العالم الطب من اول وجديد، عنده استعداد يعلم شرق اسيا كله النقاط اللي تقدر تعالج بها اصعب الامراض. فحتى لما ربنا يبتليني سبحانه وتعالى، عشان برضه ما بقاش انا ايه، ما هو انت ممكن انا بعمل حاجات خارقه للعاده، فممكن تلاقي نفسك بقيت ارض تهدم عليك قد، فربنا يحب يأدبني. تعالى ده انا اللي مديك وانا اللي بشفي، انت مالكش فيه. القناة المرئية والكبد والحاجات دي كلها سهلة بفضل الله تعالى مع شوية أعشاب. فالناس اللي هتيجي بعد كده ترجع أعشاب، لو أنا اشتغلت أصلا، لأن أنا فيه بعض الأصدقاء ما ينفعش تقعد كده وما تسيب الناس كده تعبانة، وأهم حاجة عندهم الناس، هو مش عندهم حاجة عند الناس ولا حاجة، هو عايز نشتغل عشان يستفاد. سيبك من ده كله أونطة. وبعد ما تشتغل وتلاقي نفسك ما انتش قادر حتى تتنفس، عايز يعني، هو مفكر هو بروح البيت ينام ويشخر. انا بروح البيت بنتي عايزه تقعد معايا، اهل بيت عايزين يقعدوا معايا، اهل بيت انا اللي بطلب منهم ان هم يشتغلوا معايا يفضلوا معايا، عشان خاطر انا مش ساعات ببقى هايج وهم بيهدوني شويه. ف اما الحقيقه يا جماعه بالنسبه للناس اللي بتتكلم على فيتامين د، انا هقول لك معجزه ربانيه مش عارف هتصدقوني ولا لا، وتقدروا تعملوا ابحاث والحاجات ديت بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. الصيام لو صمت يوم واحد يجيب لك فيتامين د بنسبه 50%، انت متخيل؟ طب اعملوا عليها ابحاث دي، اعملوا عليها ابحاث والله. الم الكتف، الفقرات والاوتار بتاع الكتف، يقول لك الوتر مقطوع، وهو ولا مقطوع ولا نيله ولا في اي حاجه، في نص دقيقه. ف آه آه صيام يوم واحد فيتامين د تلاقيه اترفع في جسمك 50%. صيام عادي، صيام الامام، صيام ربنا. فالواحد زعل الفتره اللي فاتت ديت زعله جامده. انا حتى كملت لغايه العيد بالعافيه، انا ما كنتش عايز اشتغل خالص. وتتفاجئ بقى انت جاي عايز تنام يوم الجمعه والسبت، تقول لك ما نعرفش ان انت بتاخد جمعه وسبت اجازه، تلاقي جاي يخبط ورزع ويروح نايم لك في الارض ويعيط ويبربر، روح جايب الناس لاممها. والنبي يا استاذ محمود يومك سبت ده جاي من اخر الدنيا يا جماعه، انا ما نمتش، طب انا هشتغل الناس ازاي يوم الاحد؟ والنبي يا استاذ محمود، وهو نصاب وضلالي وحرامي جاي في ميعاد اجازتك عشان الزحمه وعشان ده وده، وساعة ما بعبروش ويقول لك انا جاي من مش عارف منين وجايب وعامل ودافع. واي واحده جايه تقول انا جايب عربيه بالشارع، انا مالي ومال العربيه يا ستي؟ الناس جايه تستعبط عليك، الناس جايه تستهبل. يا ستي ما تجيليش انا تعليلي، والله العظيم انا ما عايز اشتغل. حتى انا كرهت الشغل بسبب الناس بتيجي ما بتحمدش ربنا، بتعمل له كل حاجه، وتلاقي بعد 10 ايام شهر يرجع لك الاعشاب، ومعلش انا محتاج فلوسهم، انا سالفهم، ده انا عامل قرض. هو انت ده جا قرض يا ابو بلاش ده؟ ايه ده يا عم؟ وتلاقي جاي عامل 100 حاجه في جسمه كله، جايبه من شعره لغايه ضفره، وبقى زي الفل وزي الضلفه كده وزي الجحش كده اهو. وجاي يعمل زحمه
وجاي يرجع، والناس مفكره بقى ما دام جاي يرجع اعشاب يبقى هو لسه تعبان يبقى مش عارف ايه. فخلوا حد عليكم بقى غيري، انا تعبت منكم اقسم بالله. وتيجي بقى تلاقيه قاعد جنبك وعايز يكلمك وعايز ايه، وهو برجع لك عشان من زي معلش يا استاذ محمود انا ليا واحد صاحبي جاري تعبان وعنده كذا. يا عم انت مش رجعت اعشابك يا عم روح. انا بعد كده خالص ما فيش حاجه اسمها ترجيع اعشاب خالص، انا شغلتي في الاعشاب ما فيش. يا جدعان ده في ناس كان عندها كانت مسافره بره وكان عندها انزيمات الكبد عاليه اللي هي بترجع من السفر ديت، ياخد العلاج ويبقى زي الاعشاب زي الفل، يروح يحل بعد انا مديله علاج، مديله اعشاب 20 40 يوم، بعد 20 يوم تلاقيه جايب لك نص الاعشاب وجاي، لانه خلاص الدكتور قال له انت بقيت زي الفل، التحاليل بتاعتك بقت زي الفل. يوم يرجع لك نص الاعشاب يقول لك لا انا مش عايز نصها. يا نهار اسود. يا عم طب احمد ربنا، انت المفروض تذبح عجل لله او تذبح حاجه لله ان ربنا شافك من الجزئيه ديت لان ملهاش علاج اصلا. واحد تاني عنده سرطان مثلا في المعده، تعمل له الجلسه يقول لك بطن خفه، تروح يحلل يقول له ما عندكش حاجه، تلاقيه مرجع لك الاعشاب. وشغلانه وسخه، شغلانه قذره، والناس بقت بتستعبط وتستهبل، وهو ما يقدرش يكلم اي حد تاني، يكلم محمود بحر انه طيب وجدع وبتاع ربنا. طب ما انا لو قلت مثلا انا هشتغل لله، انا في يوم من الايام اشتغلت كده حاجات بسيطه للناس عشان خاطر اخف عن الناس، لقيت اكتر من قدام مني 1000 شخص بيضربوا في بعض، ده عايز يخش وده عايز يخش وكسروا له الباب وخش يزعقوا لي، وواحد مسك فيا يعمل لي كده يا جدع ده سيبنا بره ليه يا جدع ايه ده. فبنضطر نقول لهم مثلا هناخد مثلا آه، حساب بسيط او لحق الاعشاب عشان الناس اللي شغاله معانا، عشان الناس اللي بتنظم الشغل، تلاقيه مش لاقي عليه. وتلاقي واحد جاي تقول له حسابك مثلا 5 قروش يقول لك لا يا عم كتر خيرك، خد يا عم 50 قرش اهو. 5 قروش ايه يا عم ده انا عملت ده. وتلاقي انا جالي واحد من المانيا، شوف البلد بتاعتنا بقى، جالي واحد من المانيا هو مصري قاعد في المانيا واخوه ماسك الجامعات الخيريه في المانيا، جه ذبح عندي عجل في البلد يقول لك شوف كل يوم بجيب عجل ويذبح بالفلوس اللي معاه. طب انا ساكن قاعد في شقه بالايجار، لو انا لو انا آه آه عايز ابقى اغنى واحد في الدنيا هبقى بفضل الله تعالى، توفيق ربنا. بس احنا مش بتوع كلام، مش بتوع دنيا، احنا هنموت. انت هتجمع تجمع تجمع لمين؟ لمين؟ فانا حكيت لكم على اللي بيحصل عشان الناس اللي عايزانا نشتغل. وبعد ما نشتغل طب صلوا على النبي، احنا في يوم من الايام قلنا مش شغالين، جالنا حوالي 10 15 واحد. ال 10 15 ده هم قاعدين مش فاهمين حاجه، داخل بقى يدلع، ما هو فيش حد. تيجي تعمل انت هتعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا معلش وريني الاول. طب هتحملها في الحته دي، ما هو فيش حد بره. انما لما يجي ينطحن في عز الحر ويطلع عينه ويستنى بال20 ساعه على ما يخش دوره، تلاقيه داخل يقول لك ان شاء الله اقطع لي ايدي. انما لما تلاقي العدد خفيف تلاقي الناس داخله تستعبط خالص، كأن انت اللي داخل هياكلك عيش. ده انت جاي يا عم انت اللي مريض، هتاكلني عيش ايه؟ ده انت تعتبر تعالج ببلاش. لا والنبي طب دخل لي الاول، طب خد الراجل الاول، طب سيبني للاخر، طب مش عارف لا 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 انا هطلع استنى بره. ما هو فيش حد. انما لما بنزحمها، ما هو الانسان من دول زي ربنا بيقول لك ايه، لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. انت تشك على البني ادم يحترم نفسه. لما تقول انا شغال وتلاقي 1000 واحد قدام منك وهاي اللي جاي يتدلع ده في اليوم ده هو بيبقى عايز يدفع لك عمره بس يخش. انما في اليوم اللي احنا بنخفف فيه الشغل عشان مثلا عايز اروح انام عايز ارتاح، تلاقيه داخل يتدلع ويقرفك احلى قرف في الدنيا. ولما تتنرفز وتسيبه وتمشي وتروح الشقه تلاقي لك شقه تانية مثلا، هو ايه اللي حصل يعني يا عم؟ في بالراحه على الناس شويه، ده ربنا مديك نعمه تفترى بها على العالم. كرا يا عم اللي عطاك يعطينا، او يا عم ربنا والشافي على الابو اللي يجي لك هنا. قال لا طب ما انت كنت قاعد او هي كانت قاعده، او حاجه في منتهى الوقاحه وقله الادب والسفاله.
يا اخي اللي معاه شهاده ورقه بتحترم وتخش تبقى تحت جزمته، اللي معاه بقى حاجه من ربنا إيه؟ نقول اولى انك تحترم وتخش تخليك جدع وتقعد محترم وتتكلم في الحاجه اللي تخص. انت تخلص لواحد او واحده يقعد يجيب لك الشارع كله وقرايبه وزميلي في الحته الفلانيه عنده كذا، وطب قول لي ده وطب ده عشان اجيبه انا. يا عم ما تجيبوش، يا عم انت مش شفت الناس اللي طالعه وانت عملت. انا فمعلش انا آه آه تعبنا من الناس. يعني ولاد بلدي حتى اما تلاقي واحد جاي يحجز لناس وهميه، او ممكن يكون باتفاق مع الراجل اللي اصلا اللي ماسك الدفتر من عندي، ممكن يكون برضو الراجل اللي راح يجيب ناس من الصعيد ويقول لهم قولوا ان انا ابن خالتكم وان انا جايبكم وان انا عارفوني وابوكم ومش عارف ايه، ويقعدوا يتكلموا مع بعض برضو باتفاق مع الناس اللي عندي. ما انا ما اعرفش، ما انا مركب كاميرات، هي الكاميرات مالهاش لازمه. وانت هو بيتكلموا تعرف هو بيتكلموا في ايه. ما بقى لي فتره انا زعلان اصلا من المواقف اللي بتحصل والحاجات اللي بتجيلنا. حتى الاعشاب لازم تتحرى فيها الدقه، ولازم تروح بنفسك وتيجي بنفسك وتركب الحاجه بنفسك. في قال لي بقى حاجات بسيطه خالص بتجيلك جاهزه. بس انا واثق الراجل بقى كنا اختلفنا مع بعض شهرين من كتر من بسبب الشهرين اللي قعدتهم الشغل، هو مفكر ان انا لازم اشتغل غصب عني عشان الناس اللي هترجع. فلما قعدت شهرين احترم نفسه، بقت الاعشاب بتيجي زي الفل. عشان ما عنديش وقت اركب الاعشاب وبخلي حد يركبها لي ويكيسها ومش عارف ايه والكلام ده كله. ف فربنا مدينا حاجه. في ناس بتيجي تبلطج، انتوا متخيلين عيل يبقى له 30 لازمه ويجي يمسك فيك، اقسم بالله. وناس بقى عايزه تخش تسرق في الارض وشويه الهمبكه وشويه الشغل، واللي عامل ناصح واللي عامل. يا ابني انت ما انت يا ابني انت اللي في بالك في بال غيرك. يا ابني انت مش ما انتش ذكي. انت في ناس ذكيه جدا، ما تقولش احنا اذكياء. فالواحد تعب، تعب بجد، تعب والله. انا بنتي حتى دلوقتي يا عيني مش قاعده معايا ليه؟ نسيت ابوها، ابوها مش فاضلها. وده عيب، وده خطأ مني كبير، عشان بنعمل حساب الناس وعشان بنشتغل لهم بما يرضي الله. مش فاهمين ان انت ما بتنامش، ان انت بنتك قدام منك وخلاص انت عايز تنام اصلا. هتقعد معاها امتى؟ يا بابا يا بابا، مفيش بابا، بابا عايز ينام. مفيش بابا، بابا عايز ينام. ف تعيط بدموع شديده جدا. عمها بقى ابوها، جدها بقى هو ابوها. انا وامها مش عارفين نقعد معاها، والناس ما بتعذرش. ويجي لك يقول لك حاسدك على يعني اللي انت شافيته، حاسدك اصلا. انت شافتني ازاي؟ انت عملت ايه؟ انت- يا جماعه انا جاي لي دعوات من كل حته في العالم. يا اللي انا مش عاجبكم. فانا قمت النهارده اتكلم عن النصابين اللي بيحطوا ارقام تليفونات الناس اللي ما جتش معانا في اول البث. ناس نصابين بيحطوا البروفايل بتاعي وبيحطوا ارقام تليفون. انا اتفاجئت واحده بتتصل بخاب تقول لي واحد طالب مني 10000 جنيه حجز. قلت لها 10؟ يا صلاه النبي، حجز 10000 جنيه؟ اللي انت عندك ايه هتعمل ايه اصلا؟ حجز 10000 يا مفتري. الرقم ده 010 65 65 50 41. انا اتصلت مش عايز يرد عليا، اتاري انه عارفني كمان. يعني راجل مفضوح. الراجل الرقم ده هو يا ريت حد يكشف عليه يشوف بتاع مين. حد يكون عنده بتاع اللي هو بيظهر الاسماء دي، يشوف الواد ده مين. ده نصاب. وغيره. وفي ناس بتحجز. يعني في ناس قالوا الواحد محمود بحر ده قاعد في البحيره، في ناس قاعد في الشرقيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. احنا قاعدين كلنا ما حد صلى فينا على النبي، صلى بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تضخم البروستاتا لكبار السن او لصغار السن، ده انا اتفاجئت ان في ناس عندها 30 سنه عندها بروستاتا. بعملها بالظبط بامر الله تعالى باذنك انت يا رب في 25 ثانيه. 25 ثانيه يخش الحمام ما يلاقيش حاجه. انا معلش هروح واجي اتكلم على نقطه بس عشان المصريين اللي بيجوا مع اي واحد عربي.
اللهم صل على سيدنا محمد. عدم الاتزان وكل الاشعه سليمه. عدم الاتزان او كل اشعاعات سليمه يبقى في امساك، او في حاجه في الاذن الوسطى، او في ضغط واطي. ده سهل خالص، بعمله في نص دقيقه برضه. يعني انت مش مطلوب ان انا هديك علاج، بس بديك الاعشاب ديت رحمه بيا انا وبالناس اللي شغاله معايا. يعني بديك الاعشاب دي عشان اقبض الناس اللي حوالين مني. الناس دي فاتحه بيوت، الناس دي عندها اولاد وعندها التزامات مدارس وعندها مصاريف وعندها ده وده. تاخر الكلام وضعف العصب البصري عند الاطفال. ضعف العصب اي ده طفل لابس نظاره باذن الله تعالى، ما فيش طفل في مصر جالي ولابس نظاره لو سابها الحمد لله. الحاجه الثانيه، يا باشا اورام الرحم الغير حميد. قلت قبل كده يا جماعه اللي ما عندهاش نزيف مستمر لان ده ورم ليفي، ده ما يبقاش ورم خالص. طنين الاذن ملوش الطنين بتاع الاذن دوت اي دكتور او اي محمود البحراوي يطلع يبقى كذاب لو قال لك في علاج لطنين الاذن. طنين الاذن لو ما عندكش سكر بتعمل صيام طبي 3 ايام، طنين بيروح مدى الحياه. طنين الاذن اسبابه قولون، ما تاخدش علاج للقولون عشان طنين الاذن يروح، لا خلاص هو بدل جه عندك ملوش علاج. قال لا الصيام الطبي 3 ايام. الصدفيه علاجها سهل خالص. طيب بعد اذنكم بس عشان ما اقعدش انا، والله يا استاذ عبد الله شحاته انا زعلان من الموقف اللي بتحصل. يعني أنا واحد لو ما جبتش منه ماده ما بتحطها على العشاء ويبقى جارك، وتلاقيه جايب لك الماده دي زي الزفت ويقول لك اللي يغرق يغرق، يا كده يقول عليك حرامي ونصاب وابن كلب وابن 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 وابن، ده بنا ده نجار. هو انا بنا ونجار كنت كان عيبه ولا حاجه ولا سبه؟ ما علينا. اي واحد مصري جايبه. يعني انا هحكي لكم بعض بس حاجه واحده بس، واحده بس من اللي بيحصل. واحد مصري جايب كفيله وجاي، كفيله ده راح امريكا وراح المانيا وراح هنا وهنا، راح كل حته في العالم عشان مثلا سرطان البروستاتا. لما بتعمل له سرطان البروستاتا في 3 ثواني وتدي له شويه اعشاب او شويه زيوت عشان ما تجيلوش تاني لانه من مكان بعيد، وتقول له حسابي كذا. انا ما بحاسبش العرب زي المصريين، العرب حاجه تانية، لان احنا بيجيلنا برضو ارامل وايتام وكده، واللي مش عاجبه ما يجيش. انا اولى ببلدي. أه وتطلب منه منك تلاقي المصري يهب لك ايه بتوع يا عم انت عملت انت خدت نص دقيقه كده يا جدع، انت جدع انت جاي تنصب على الناس دي امانه في رقبتنا يا جدع. هو مفهمه ان هو خايف على صحته وخايف على ماله وخايف على ده وده. ف يقوم الراجل السعودي يقول لي يا راجل حرام عليك، انا لفيت العالم وانا دخلت الحمام دلوقتي وطلعت بيت كويس. يطلب عيني اعطيه. كم يبغى؟ تتكلم على فلوس ولا تتكلم على صحتك؟ كنت انت خايف على فلوس انت كذاب. اذا كنت انت خايف على صحتك انت كذاب. ولو اتكلمت تلا والله بعمل لك مغادره. جه واحد تاني، واحده ست وابنها جايبين راجل سعودي هو كفيله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك ايه عندك ايه يا حاج؟ عندي كذا وكذا وكذا وكذا. اقول له حسابك كذا. يقوم المصري اللي يرد لسه السعودي ما ردش. ليه يا عم انت بتعمل ايه عشان تاخد ده كله يا عم؟ هو فين اللي ده كله يا حبيبي؟ فيقوم السعودي يرد يقول لي عن جد تعمل الحاجات دي كلها حالا؟ قلت له حالا في نص دقيقه باذن الله بتوفيق ربنا. طيب والله يا استاذ محمود فيك البركه اتفضل. يقوم لا 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 اتفضل يا باشا تعمل ايه؟ ايه الكلام اللي بيتكلم فيه ده؟ هو مش هياخد اصلا دقيقه. هو اللي يعمل ده كله مش هياخده في دقيقه. قال له في دقيقه يا راجل، في ساعه، في 10. انا بقالي عمر بتعالج، بقالي عمر دخلت مستشفيات كتير في السعوديه وفي الهند وفلان جاب لي اعشاب وفلان كواني وفلان عملني وفلان فتح لي وما في نتيجه. في حاجه واحده بس انا جاي بكلمه في 7 8 حاجات، قال لي خلص امك ياخد اللي هو عايزه. خيرك انت يدخلك فيتاحرج. اقول له طب لو سمحت بقى استنى بره لما خلصت. لا والله ما انا خيرك. او ما انا له اقسم بالله ما انا عامل له لا انت ولا هو ولا هو غير. الراجل السعودي يطلع بره يا عيني، يا راجل حاجز طيران. اقول له والله ابدا، لما تبقى تجيب واحد محترم معاك يبقى يخش معاك. بيبوظوا الناس على حاجه. انا عندي واحد ليبي جه 3 ايام سفر،
جاي بري، جاي من طرابلس بري، هحط لكم بعد ما اخلص البث هحط. ورجعوه، بتوع بلد رجعوه، قالوا لي قالوه. وبعدين بعدها باسبوع جالي تاني ورجعوه برضه في المواصلات، قال لهم والله اللي رايح له انا عايز، احنا جربنا اللي هم مش نصابين، خلونا نجرب النصاب هو وزوجته. وربنا وفقني فيه سبحانه وتعالى. والله ما انا عارف يا استاذ عبد الله شحاته، انا تعبت من الناس بتخش عايزه تبهدلك، عايزه تمسك فيك، عايز يخش ما يطلعش. وما مش عارف انت هتفضل لامتى، اللي ما شاء الله شغال وعايز مطلوب منك تقوم الصبح تروح للناس. ده مسؤوليه كبيره يعني. انا والله العظيم انا جيت في يوم من الايام انا بزعل على الناس اللي بتيجي وبترجع، لكن انا مش قادر فعلا، مش قادر خلاص يعني. ما انتش هتفضل شغال طول الشهر ال 24 ساعه. يعني الكحه اللي انا فيها ديت، عايز اخد حته دار فلفل دلوقتي. اي واحد عنده برد، من حق الناس اللي بتدفن نفسها في الرمله. مش احنا في يوم حر، اقعد في عربيتك واقفل ازازك، خش العربيه وهي في الشمس، واقفل ازازك لغايه ما عدتش قادر تطلق نفسك، تفتح الازاز سنه بسنه، هتلاقي نفسك جبت ميه، جسمك كله جاب ميه، امر من دفن الرمله. اقسم بالله اكتر من دفن الرمله. تلاقي صحتك بقت حديد، بتجيب ميه في قلب العربيه بطريقه لا تخل عقل. امر من اللي خد الحقن اللي هي الثلاث حقن دول، اللي هي ديكسا وما اعرفش ايه والكلام ده كله، اللي بتخليك تعرق. اقعد في العربيه بس 10 دقايق استحملهم كده، بس ما تطلعش مره واحده في الهواء، تفتح الازاز سنه بسنه لغايه ما تلاقي نفسك بالكويس. الحمد لله. الله يخليك يا استاذ محمد. هو الزعل والسهر يوقع المناعه. فالمصريين اللي بيجوا مع اي واحد عربي، ما فيش واحد عربي يخش مع واحد مصري ابدا، الا واحد بس، واد من اسكندريه، واد ذكر، كان جايب واحد اسمه نايف العتيبي. نايف العتيبي ده راح عمل عمليه في ركبته في المانيا، العمليه باظت اكتر. جيت عملتها له في نص دقيقه، طلع نزل قعد على رجله، قام قال لي المصري اللي معاه واد ذكر من اسكندريه اسمه محمد كمال، صاحبه سعودي، قال له انت واخدني معاك في كل حته. الراجل ده ما دام طلع صادق كده تديله اللي هو عايزه، حتى اللي صرفته في المانيا. قال لي اللي صرفته في المانيا مش معايا دلوقتي كله. يعني الاثنين، حتى الراجل نايف العتيبي ده صادق في كلامه. انا اسف مضطر اوقف البث، الكحه شد على شويه، هاخد بس معلقه جنزبيل وافوق لكم وانزل لكم الفيديو بتاع الليل، عشان تشوفوا الناس بتعمل ايه، من اهل بلدي. وناس بتحلم اننا نكون عندهم في السعوديه. والله العظيم معروض عليها مبالغ اروح السعوديه، اقسم بالله لا يتخيلها بشر من رجال اعمال سعوديين، وقاعد في وسطكم وما انتوش عارفين النعمه اللي ربنا مديها لي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.